لم نحلم بأشياء عصرية، نحن أحياء وباقون، وللحلم بقية. مهما علت أسوار السجون تبقى الحقوق والأحلام أشياء يعجز السور عن حبسها. ولد الفلسطيني محمود السرسك في مخيم رفح بقطاع غزة. كغيره من بني جلدته راودته أحلام الحرية جنبا إلى جنب مع حلم احتراف كرة القدم. لعب محمود لنادي خدمات رفح ولفت الأنظار بموهبة استثنائية. انضم للمنتخب الفلسطيني الأول في سن 14 من عمره ليصبح أصغر لاعب في التاريخ يلعب للمنتخب الأول. ظن أن حلمه الصغير على وشك أن يتحقق عندما تلقى عرضا للعب في نادي شباب بلاطة الرياضي في الضفة الغربية. حمل حقيبته واستخرج من الاحتلال الإسرائيلي تصريحا للمرور إلى الضفة. ركب سيارة أجرة وأغمض عينيه حالما بكرة وبأهداف يسجلها في المستقبل القريب. وما إن فتح عينيه إلا وأبصر حاجزا وجنودا. أوقفته قوات الاحتلال عند حاجز إيرز وبلا مقدمات اعتقلته لتحول أحلامه إلى كوابيس متلاحقة. وبدلا من أن يقضي عامين لاعبا في صفوف شباب بلاطة، قضى محمود 3 سنوات في سجون الاحتلال أسيرا. أول 45 يوما كانوا الأصعب. تعرضت لتعذيب نفسي وجسدي ولفظي قبل نقلي إلى زنزانة مع سجناء آخرين لمدة 8 أشهر. بعدها استدعيت مجددا وقضيت 12 يوما من التعذيب والاستجواب. تكرر ذلك ل3 أو 4 مرات خلال فترة سجني. إن أحدا لم يكن ليلوم محمود إن تسلل القنوط إلى قلبه، لكن يأسا لم ينل منه وصاحبه الأمل حتى في أحلك الأوقات. خاض معركة الأمعاء الخاوية وأضرب عن الطعام لمدة 96 يوما، فقد خلالها نصف وزنه تقريبا، وأصيب بعمى وصمم مؤقتين. تضامن معه الأسطورة إريك كانتونا وفريدريك كانوتيه وأبو ديابي وليليان تورام وغيرهم من رموز ومجتمع كرة القدم، على رأسهم جمهور سلتيك الاسكتلندي. بعدها تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم أخيرا وطالب بالإفراج عن محمود. وفي يوليو من عام 2012 وبعد ضغوطات دولية أفرج عن السرسك وعاد إلى غزة. عندما خرجت من السجن شعرت وكأنني ولدت من جديد، بعدما كنت قاب قوسين أو أدنى من توديع الحياة كلها. احتاج محمود لأكثر من 8 أشهر ليعود فقط للتدريب على كرة القدم. تلقى دعوة للانضمام إلى النادي الإفريقي التونسي، وهناك صدم بحقيقة كان يجهلها. هل مارست كرة القدم بعد أن خرجت من السجن؟ طبعا مارستها في الدوري الفلسطيني يعني، وبعدها انتقلت لتونس للإفريقي التونسي. ولكن يعني في الاختبارات تفاجأت بوجود فيروس في الدم كان زارع الاحتلال في البلازما اللي تم حقني فيها وأنا في الإضراب، وبالتالي كان عندي تلوث في الدم داخل الكبد. ومن هان بدأت رحلة يعني الابتعاد عن كرة القدم والبحث عن العلاج يعني. كان مصرا على العودة للعب كرة القدم، لكن الإصابات البالغة التي تعرض لها في الأسر حالت دون ذلك. لا أعرف إن كنت أستطيع مواصلة مسيرتي الكروية. ظهري وكتفي ما زالا متضررين من وقت كنت معلقا في السقف. زار محمود لندن عام 2013 بعدما تلقى دعوة للحديث في ندوات نظمتها حملة التضامن مع فلسطين، ومن يومها لم يتوقف عن التوعية بالقضية الفلسطينية. يحكي للعالم ما عاناه وعن غيره من سيء الحظ الذين لم يكتب لهم خروج من خلف قضبان الاحتلال. يضرب بكلماته على رأس العالم، مذكرا إياه بشعب تسلب أحلامه
وتصلب بلا خجل. سطى الاحتلال على أفضل سنوات محمود كلاعب كرة قدم، وتركه بعدها يعاني من إصابات تستحيل معها العودة إلى العشب الأخضر راكضا وراكلا. أما أحلامه فلم تنل منها قبضتهم ولن تنال. يحلم محمود بالعودة إلى نادي خدمات رفح رئيسا ربما أو إداريا، ليساعد بني جلدته في تحقيق أحلام منع هو قصرا من تحقيقها. يأمل في أن يعود لحيث بدأ، وأن يكتب في التاريخ أن مسيرته اتخذت مسارا مختلفا في كرة القدم، لكنها لن تنتهي أبدا. السرسك حاله كحال أهل فلسطين، لم يكف عن الحلم أبدا، وفي فلسطين إنما خلقت الأحلام لتتحقق. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.